هذا راعي يا ابن أمه كان سارح بالغنم ويقرأ. في يوم من الأيام يا ابن أمه هو يمشي شاف طفلة عجبته، فحاب أنه يقدم لها. لما قدم لها الطفلة قال لها: يا طفلة راكي عجبتيني، حبيت نخطبك. سولته هذيك الطفلة، قالت له: أنت وش تخدم؟ قال لها: أنا نخدم راعي ونقرأ. ضحكت عليه، قالت له: أنت تبغي لأختك تزوجها براعي؟ قال لها: وراها الإشكال، المهم يكون راجل. قالت له: ما لا نقول لك حاجة؟ قال لها: قولي. قالت له: روح زوج أختك براعي وذيك الساعة أروح اخطبني. قالت له: أنا نروح نكمل قرايتي ونتزوج مدير ولد الناس، عمري اللي نتزوج براعي، لأن أبوي ما يسمح ليش، ودارنا ناس مترفعين ماشي ناس زواولة كيفك. المهم حرقت له قلبه بهذا الكلام، ومن بعد مشات وخلاته. ولكن الدنيا هذه يا ابن أمها الدور، ساعة عليك ساعة عليهم. المهم فاتت تقريبا 10 سنين، هذا الطفلة والدها ولاو فقراء، وكانت هي تخرجت من الجامعة وقاعدة تهز الدوسي تاعها وتمشي من شركة لشركة وتحوس على الخدمة. المهم حتى وصلت لواحد البلاد، لقات شركة عليها الناس بزاف دايرين لاشان ويحوسوا على الخدمة باش يخدموا في هذيك الشركة، ولقات الناس كامل تذكر وتشكر في المدير تاع الشركة، فولات دايرة لاشان. وهي دايرة لاشان، المدير تاع الشركة هذه يا ابن أمه كان داير كاميرا ويشوف الناس اللي البر، حتى جات عينه في عين هذه الطفلة يا ابن أمه، يعني وهي قاعدة دايرة لاشان. فالمدير هذا يا ابن أمه قال للخدام، قال له: البنت اللي راه هزة الدوسي تاعها اللي راه في وسط لاشان دخلها هي الأولى. فالخدام هذا راح جاب الطفلة هذه، لما دخلها للمدير، المدير كان خرج من البيرو. الطفلة هذه لما دخلت للبيرو يا ابن أمه وهي قاعدة واقفة، ومن بعد قعدت في الكرسي. لما قعدت في الكرسي لقات ورقة مكتوب الاسم تاع المدير تاع الشركة، مكتوب بالدم يا ابن أمه، نقطة ورجع للسطر، مكتوب بالدم. وانا تمتم وانت لازم لك تفهم يا ابن أمه. جا داخل عليها المدير، لما جا داخل عليها المدير، والمدير هذا ما يضحكش ياسر يا ابن أمه، علماته الحياة. المهم لما جا داخل اتبسم شوية، حتى المرأة هذه وقفت واستعدت للمدير هذا باش يعني تطلب من عنده الخدمة. أو من بعد قال لها: معليش أنا نخدمك عندي، ولكن نخدمك أحسن وظيفة، وأنا راح نديرك أنت أقرب الناس ليا. فاستعجبت، كيفاش هذا ما يعرفنيش يدير لي كاع كيما هاك، ومرحب بيها ومد لها حتى الدراهم. قال لها: هاكي باش تروحي. لما جات خارجة عند الباب قال لها: يا فلانة. فاستعجبت، قلت له: كيفاش تعرف اسمي؟ قال لها: اسمك راه مكتوب في الورقة، غير ما كان لها عقلك يروح بعيد. وقال لها: تهلاي غدوة أرواحي على 8، راك كنت أخري شوية راكي ترجعي. المهم هذه الطفلة لما وصلت للدار حكت لأمها ولبويها، ولما رقدت بيتها تحلم أنها تزوجت بهذاك الراجل، وأنها راهي تلعب في وسط الدار تاعو، وراه يعني تحلم. حتى يا ابن أمها نهار اللي جابتها الفطنة وعاشت في هذاك الحلم، لقاتها 9 تاع النهار وصلت، فلبست يعني قشها بالمقلوبي وراحت تجري وقتها توصل تدخل تخدم. لما وصلت للشركة وصلت على 10 تاع النهار، قالوا لها العمال: المدير ضروك يعاقبك. فنهار اللي دخلت عند المدير قالت له: اسمح لي والله غالب. وقال لها: بشرط انا اسمح لك، ولكن احكي لي وش الشيء اللي شدك. قالت له: انا شدت منام، وانا البارح انت كنت عجبتني وعجبتني بالتصرف تاعك، وشدت منام كانني انا تزوجت بيك. قال لها: السمعيه بنت الناس، انا نقول لك زوج كلايم والحديث قياس. قال لها: انا ابوي علمني درس، قال لي: يا بني اتهلا اخدم وما تفنينش وما تشوفش موراك. قال لها: هذه الحاجه الاولى اللي علمها لي ابوي ما درتش عليها. قال لها: ولكن واحد الطفله حمقاء وواحد الطفله غبيه اعطتني درس، الشركه هذه كامل درتها من الدرس اللي مدته لي هذيك الطفله الغبيه. قال لها: انا ابوي وصاني، قال لي: يا بني تهلا اخدم ودير القلب ورد بالك، اذا كنت راجل لا تشوف موراك، الحاجة نهار اللي تمشي من عمرك رد بالك لا تتلفت وتعاود تولي لها، خلي قلبك وعقلك في الحاضر، إذا خليت عقلك في المستقبل وقلبك في الماضي فتعيش بدون مستقبل. قال لها: ما لا أنا هذا الكلام اللي وصاها علي أبوي والله ما كنت دايره في راسي. قال لها: ولكن في يوم من الأيام تلاقيت مع بنت وعجبتني هذيك البنت، والبنت هذه قال لها كانت لاباس عليها. قال لها: لما وصلت لها وكانوا حوايجي مبهدلين وكنت انا ما عنديش وكنت راعي. قال لها: ضحكت عليا وقالت لي: انا عمري لن نتزوج براعي. قال لها: لما قلت لها علاش، قالت لي: اذا راك باغي تتزوج بيا روح مد اختك الراعي. قال لها: وسبتني وعايرتني ومشات وخلاتني.
قال لها هذا الطفلة الغبية الحمقاء مدت لي درس وخلتني ندير على الكلام تاع ابويا اللي وصاني عليها بنت الناس. فالطفلة تبهرت، قالت له شكون هذه الطفلة؟ قال لها تذكري؟ قال لها الطفلة هذه راكي عارفتها شكون؟ قالت له شكون؟ قال لها انتيا. فالطفلة لما قعدت تتذكر لقات الحكاية قد ولقات الكلام هذا عقلت عليه وجا قدامها، فولات تبكي وندمت ندمة شديدة. قالها سمعي يا بنت الناس، أنا عمري لا نقلب الشر بالشر، أقعدي تخدمي حاجة ما تخصك. أنا راني راح نتزوج بيها مرة بنت راعي، بنت ناس متواضعين. نقطة وارجعي للسطر والحديث قياس. قال له ونوصيك على الحاجة الثانية، ردي بالك انتي تحقري بالعين انتي ومثالك، لعل الزمان يدور تقدري تتزوجي به راعي ويولي مدير، وتقدري تتزوجي به مدير ويولي راعي. وشحال من انسان اليوم غني وغدوه فقير، وشحال من ناس اليوم غنية وغدوه فقراء. ومع السلامة. وقال لها العيب في الراجل ماهوش في جيبه، العيب في الراجل في فعايله، لأن المال يمده ربي سبحانه وما يمدوش البشر، أما الفعايل الإنسان هو اللي يخلقها في روحه. ودمتم مع السلامة.